السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله النهارده فيديو جديد كده وبنستعد فيه لرمضان. انتوا عارفين يا بنات خلاص ان رمضان على الابواب والمطبخ هو المملكة اللي هنقضي فيها نص يومنا تقريبا. وعشان كده احنا عايزين ندخل الشهر بنفسية مرتاحة ونركز كده في العبادة والطبخ ان احنا نكون واقفين في المطبخ بحب يعني. فبعد كده تنظيفات معاكم وانا بدأت بالأجهزة يا بنات الأول باخد لها كده يوم لوحدها، وبعد كده بدخل على المطبخ الألمونيوم اللي عندي او الألموتيل او الخشب اللي عندك ايا كان بقى. تمام، أنا خلّصت كده الأجهزة، أنا صوّرت لكم كده التلاجة جزء كده في الأول، وبعد كده أنا خلّصتها لوحدي، هي والبوتاجاز والشانون جزء كده أنا باخلّصه لوحدي ومع نفسي. بُصّوا يا بنات الورق دوّة هو ورق كده أفرُخ كبيرة كده بتاع أكياس الشيبسي والكاراتيهات والحاجات ديّة بتتباع كده بالفرخ الكبير، الواحد ب5 جنيه ممكن تلاقيه في عند الأدوات المنزلية أو في الأسواق. عند الناس اللي هم في السوق اللي بيبيعوا ورق، ورق اللي هي الفويل وورق الألمونيوم والحاجات بتاعة البوتاجازات دي. أنا باجيبه يا بنات عشان بافرشه فوق المطبخ من فوق، باخلّي الرسمة ديّة لتحت والورق الفويل أو السلوفان دوّة لفوق. بيدّي منظر ضي حلو للسيراميك، زائد إن هو كمان بُصّي أنا باشيل الورق، أنتم شايفين كمية الدهون اللي على الورق قد إيه يا بنات؟ ديّة تخيّلي بقى لو أنتِ الكمية دي موجودة عندِك على سطح المطبخ، بُصّوا الفرق ما بين الجزء اللي كان متغطي بورقة تانية والجزء اللي عليه دهون، تخيّلي لو الدهون دي كلّها موجودة عندِك على سطح المطبخ من فوق، فأنتِ هتضطري إن أنتِ تنضّفي الجزء ده كلّه. بُصّوا أنا كده يعتبر إيه، عندي الدنيا هيّنة شوية رايقة، يعني هي بتظبينة بسيطة هتلاقي الدنيا معاكِ بقت نضيفة وزي الفل. بُصّوا أنا هاشيل بقى كل الورق ده كده، بُصّوا بعد المكان من تحت نضيف وحلو إزاي، هو عايز تظبينة بس مكان العفار مثلًا مش عارفة إيه، هتلاقي الدنيا معاكِ بقت زي الفل. هابدأ بقى إن أنا أجيب المَيّة والصابون، بُصّوا أنا الخلطة البسيطة اللي هي الاقتصادية جدًا واللي بتدّيكِ تنضيفة ولمعة حلوة، اللي هي المَيّة والخل والصابون المواعين، صابون سائل الأطباق، والسلكة بتاعتِك الإسبونشة بتاعتِك زي ما بتحبي تستخدمي. دي بتدّيكِ نضافة وبتدّيكِ كمان لمعان، والخل كمان بيطهّر لِك ويعقم لِك المكان. أنا عندي بُصّوا يا بنات كده في قاعدة في التنضيف، أول حاجة إن ما فيش تنضيف فوق الكركبة، لازم باتخلّص من كل كركبة عندي، أي بقى إزايز فاضية، أي علب مكسورة، علبة مش عارفة ما لهاش لازمة، أي حاجة أنا مش باستخدمها لمدة السنة اللي فاتت دي كاملة بتترمي، باتخلّص منها على طول. نزّلت بقى كل الحاجات اللي في الدواليب من جوّه، بس أنا الأول أنا باجيب المطبخ من فوق لتحت، ومن جوّه لبرّه، يعني إيه؟ يعني أنا باغسل الأول السيراميك والمطبخ من فوق كده زي ما أنتم شايفين، وأبدأ أنزل بقى على إيه، على المطبخ من تحت، أروح جايباه من جوّه لبرّاه، ما اغسلش من برّه المطبخ وبعدين أدخل لجوّاه. أنا يعني دي كده قاعدة عندي أنا ماشية بيها بقى لي سنين، بتحسّي إن أنتِ فعلًا منظّمة في التنضيف والترتيب بتاعِك. بُصّوا هنا فرشت كنت غسلت بقى الحيطان وفرشت الورق الفوري الجديد، هابدأ بقى أدخل كده على الدواليب عندي من جوّه. الضرفة دي الضرفة يا بنات نيش، بس أنا حاطة فيها الرف اللي تحت ده خالص أنا عاملاها خزين. ده نيش المطبخ، لو في حد عنده زيه كده، يا سلام لو الحركة دي تتعمل بجد، إن أنتِ كده يا دوب تطرقعي كده ما بين صوابعِك تلاقي كل حاجة فضيت. شِلت كل حاجة والكوبايات والحاجات اللي كانت موجودة هنا كلها، شِلتها حطيتها في غسالة الأطباق، قُلت عقبال ما هي تخلص والمفارش كمان غسلتها ونشرتها، قُلت عقبال ما هُم ينشفوا وعقبال ما غسالة الأطباق تخلّص الكوبايات اللي موجودة، يكون أنا نضّفت الضرفة من جوّه، يكون الضرف بتاعتي من جوّه بقت نضيفة وزي الفل. هابدأ بقى بالسلك والإسفنجة كده وتبدئي تغسلي كده كل حاجة من جوّه، زائد إن أنتِ كمان وأنتِ بتغسلي أنتِ قبل ما تدخّلي الحاجة عندِك، أنتِ كمان تخلّصتِ من كل حاجة عندِك ما لهاش لازمة، كوباية مكسورة مشروخة ركناها مش عارفة إيه، لأ كل حاجة ما لهاش لازمة عندِك عدّت عليها سَنة أنتِ ما استخدمتيهاش خلال السَنة خالص ولا مرّة، يبقى ما لهاش لازمة ومش هتستخدميها تاني. إحنا عارفة إن إحنا عندنا حُب امتلاك الكركبة كده، يمكن أستخدمها لأ ده أنا هاعين الحاجة ديّة يمكن أستخدمها في يوم أو أحتاجها في يوم، طالما عدِّت سَنة كاملة عليكِ وأنتِ ما استخدمتيهاش يبقى أنتِ أصلًا مش محتاجاها في حاجة. إنما في حاجات تانية إحنا ممكن نستخدمها خلال السنة مرّة، يبقى دي خلاص أنا محتاجاها، يعني مثلًا أنتِ عندِك مكنة البيتي فور، إحنا بنستخدمها من العيد مثلًا للعيد، أو مثلًا لو كل فين وفين، أو لو كل مناسبة، أو لو هتعملي، إنما أنتِ مش كل يوم بتستخدميها، بس أدام بتستخدميها خلال السنة يبقى ديّة أنتِ فعلًا محتاجاها. بُصّوا يا بنات أنا كنت نزّلت الحاجات وحطيتها في الكوبايات يعني والكاسات والكلام ده كل الحاجات الإزاز، وحطيتها في الغسالة قُلت تتغسل عقبال إن أنا كنت بقى إيه بانضّف الأرفف من جوّه. نضّفتها ونشّفتها وبقت معايا زي الفل.
وكمان بدأت أرص الرف أو الضرفة اللي أنا حاطة فيها الحاجات الخزين، عشان خاطر يبقى الدنيا منظمة. كانت الغسالة عندي كانت خلّصت، فتحتها كده عشان خاطر تطلّع البخار اللي فيها. قُلت هاجيب المفارش، فرشت المفارش، طبعًا المفارش دي اتغسلت واتنشرت على الحبل لحد لمّا نشفت، والحمد لله اليومين دول الجو كان حلو جدًا، إن الحاجة يعني الجو فيه حرارة شوية، يعني الحاجة بتنشف بسرعة. أبدأ بقى كده أحط المفارش وأجيب الكوبايات بتاعتي والكاسات بتاعتي، أبدأ كده أرصها وأنظّم كمان ضرفة الخزين اللي تحت. بس ضرفة الخزين اللي تحت أنا مش هنحط الحاجة فيها غير لمّا أخلّص المطبخ خالص، وأبدأ إن شاء الله بإذن الله هاحطها معاكم، يعني أنا هاحط كل حاجة في العلبة بتاعتها معاكم إن شاء الله بإذن الله. هنا بقى يا بنات بدأت أرص الكاسات والحاجات. أنا لمّا باجي بارُص على حسب أولوية الاستخدام، يعني الحاجة اللي أنا باستخدمها على طول باخلّيها في متناول إيدي، الحاجة اللي أنا باستخدمها بكمية قليلة أو من فترة لفترة باخلّيها بعيدة عن إيدي شوية. فأنا حطيت مجات الشوربة باستخدمها على طول، البولات الصغيرة ديّة باحط مثلًا فيها سلطة طحينة، مخلّلات، حاجات من ديّة. طبعًا إحنا داخلين على رمضان، هنعمل مهلبية وهنعمل رز بلبن وهنعمل وقمر الدين وحاجات من دي، فحاطة الكاسات اللي أنا باحط فيها الحاجات ديّة برضه في الأول. هنا زي ما أنتم شايفين البرطمانات اللي أنا هاحط بقى فيها الرز البسمتي، الحاجات اللي هي حاجات الخزين بمعنى أصح. كمان كل حاجة كانت عندي في المطبخ أنا نضفتها، أي حاجة حتى لو حاجات ديكورات أنتِ حاطاها برضه بتنزّليها وبتنضفيها عندِك، بتنضّفيها هي كمان، يعني بمعنى أصح أنتِ ما بتسيبيش حاجة في المطبخ من غير ما تكوني أنتِ منضّفاها وعاملاها تنضيف شامل. بُصّوا يا بنات، هنا أنا كنت خلّصت كل الأرفف ودي الرخامة بتاعتي، أنا عايزة بقى إيه، أعمل تجديد كده وتغيير فيها قبل رمضان إن شاء الله، بحيث إن إحنا ندخل كده إيه، يعني في روح كده جديدة في المطبخ. ده كده يا بنات المطبخ بتاعتي الرخامة كلّها، تمام. إحنا كنا شاريين مع بعض في المشتريات اللي هو الroll sticker دوّة، فأنا هاركّبه دلوقتي إن شاء الله بإذن الله على قدر المستطاع معاكم. بس معلش يعني لو في حاجات أنا مش هاصوّرها، لإن أنا اللي باصوّر وباركّب لوحدي وكل حاجة لوحدي يعني، فمعلش إيه استحملوني شوية. هابدأ الأول كده، بس الأول أصبّن الرخامة بتاعتي كلّها واتأكدي تمامًا إن هي ناشفة جدًا، 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 ما فيش أي نقطة مَيّة على الرخامة، علشان خاطر لمّا تيجي تحطّي الsticker يلزق معاكِ كويس وما يفُكِّش منِّك، أو المَيّة بمعنى أصح ما تبوّظش اللزق بتاعه. فأنا يا بنات هاغسل الرخامة وانشفها كويس جدًا، جدًا، عشان لمّا آجي ألزق اللزق بتاعي يبقى ثابت معايا وما يفُكِّش منّي على طول، يعني بقدر المستطاع يقعد معايا أكبر فترة ممكنة. إحنا عارفين إن اللزق دوّة مش غالي أوي، يعني هو الرول 5 متر ب50 جنيه، فأنا عارفة إن هو مش هيقعد معايا الفترة الطويلة المدة، بس قُلت لو على الأقل قضّى معايا شهر رمضان مغيّر لي كده نفسيتي وعامل لي جو في المطبخ يبقى حلو أوي، تمام. هابدأ بقى أنشّف الحاجات دي كلّها وأصبّن كويس جدًا وألزق. أنا يا بنات هافرش معاكم وهاعمل معاكم الرخامة، بس مش هاعمل لكم الجولة النهائية في المطبخ غير لمّا نيجي بقى إن شاء الله بإذن الله نحط الزينة مع بعض كده ونزيّن المطبخ عشان خاطر رمضان إن شاء الله بإذن الله. ساعتها يعني هاعمل لكم الجولة في المطبخ بتاعي. هنا بقى الرول أنا بدأت آخد المقاسات، بس أنا الأول قُلت هاعمل الوزرة اللي هي ديّة، أنتم شايفين أنا عملت هنا كده الوزرة فعلًا عشان خاطر لمّا آجي أفرد الرول يبقى مفرود كويس جدًا على الرخامة. هابدأ بقى كده واحدة، واحدة بكارت أو بقماشة فوطة نضيفة عندِك، تمشّي وتطلّعي الهوا، تلزقي جزئية، جزئية، بس تطلّعي منها الهوا قبل ما تلزقي يعني، تمام. هنا كنت خلّصت لزّقت الرخامة كلّها، وحطيت بقى إيه، إعادة تدوير كده للحاجات اللي كانت موجودة عندي أساسًا، عملتها كده زي نظام decoration. يعني بُصّوا الرف ده يا بنات أنا كان عندي موجود من زمان، بس أنا كنت راكناه. جِبت له برضه الsticker اللي هو الخشبي دوّة، وأنا اللي مجلداه ومغلفاه كده. فرع الزرع دوّة هو أصلًا موجود عندي، يمكن أنتم شُفتوه قبل كده في فيديوهات، كنت أنا حاطاه فوق عند الليد. أنا جِبته وعملته وكان عندي برضه البرطمان اللي هو البورسلين دوّة، كان الغطا بتاعه مكسور مش كنت باستخدمه، فاستخدمتها عملتها أكنها فازة يعني، وأنا حطيت في فرع الورد دوّة، و استخدمتها كديكور، منظر إعادة تدوير يعني للحاجات اللي عندِك، مش شرط عشان خاطر يكون المكان عندِك شكله شيك وشكله حلو تروحي تجيبي ديكورات باهظة الثمن، تمام. طبعًا العلب ديّة إحنا كنا جايبينهم مع بعض في المشتريات. العلبة الأولانية أنا كنت شطفتها، العلبة التانية بقى هاشطفها بس بسرعة كده وهارجع لكم تاني. أنا جايباهم قُلت هاخلّي واحد للشاي وواحد للسُكّر. أنا عندي الاتنين اللي كانوا موجودين للشاي وللسُكّر يا بنات إزاز،
بس أنا استخدامي فيهم على طول، وأحيانًا بناتي بيستخدموهم، فباخاف إن حاجة تحصل، لإن أنا كان حصل موقف عندي قبل كده. يعني أفتكر لهم الصحة والعافية، بنت من بناتي الغطا بتاع البرطمان اتكسر وهو إزاز، فبهدل لها صوابعها، يعني كان عندها صابعين 2 مجروحين جرح عميق، كان محتاج خياطة حرفيًا. فالحمد لله يعني إن هي عدِّت على خير، وقُلت لأ، من بعد كده إن شاء الله بإذن الله أنا هاغيّرهم، وأجيب حاجة يكون شكلها شيك، وحاجة تكون كويسة في الاستعمال، في نفس الوقت ما تجرحش أو تعوّر حد. ده يا بنات كده كان الرف لسه، إحنا لسه اللي هو الرف اللي أنا قُلت لكم عليه، اللي أنا حاطة عليه الsticker. بُصّوا بجد الsticker غيّر الشكل تمامًا، بجد خلّى شكله شيك كده وشكله قيّم. ده المفرش اللي إحنا كنا جايبينه مع بعض برضه في المشتريات، أنا قُلت لكم هاحطه فوق غسالة الأطباق. كده عندي المطبخ يعتبر شبه جاهز خلاص، ناقص بس إن أنا أحط الزينة، لمّا أحط الزينة إن شاء الله بإذن الله، بس مش هاحطها غير لمّا أحط زينة البيت كلّها مرّة واحدة، وهاوريكم الأول إيه الزينة اللي أنا جبتها إن شاء الله بإذن الله، أو اللي أنا هاعملها بإذن الله. لحد هنا خلص الفيديو، مش تنسوني من اللايك والشير، والسلام عليكم.